السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. دوزو معايا نصوبوا هاد الحريشات هادو ديال المرسيطه والزعيطره. اللي غادي نمشيو نلقطوهم طريين. الزعيطره غنلقطو الزعيطره ونلقطو مرسيطه. انا كنت درت معكم لايف باش ندير معكم داكشي كامل مباشره ساعه اللايف. الاخوه اللي كانوا كيتفرجوا قالوا لي ما كيبانش، ورجعت قطعته ودرت معكم الفيديو باش ندير لكم جميع التفاصيل. وسمحوا لي بزاف على التصوير، على حقاش راه الكونيكسيون ماشي الكونيكسيون الريزو اللي قليل، داك البلاصه جات شويه غارقه والريزو ما فيهاش. داكشي علاش هنايا مشيت لقطت الزعتر من الجبال. كيفاش داير الزعتر طري ديك الزعيطره غزاله، ولكن واخا كلاوها الغلم هاد العام ما كايناش بزاف، ما عرفتش علاش. واخا الشتا موجوده ولكن هي قصيره. هانتوما منوره ولكن صغيره. لقطنا شويه. المهم عمرت ديك الميكا باش غادي نخبيها، غنقيها ونغسلها وكنيبسها في الظل ونخبعها باش تبقى عندي العام كله حتى توجد عاوتاني. هنا غادي ندوز نلقط عاوتاني ديك المرسيطه اللي غناخدها نقيه غير من العشب وهكا من الحجار نقيه. ما كتوصلها حتى شي حاجه، زوينه وحاره، المذاق ديالها والريحه ديالها غزاله. اللي غادي ندوز غنغسلها مزيان وغنقيها، نحيد غير الوريقات ديالها داك الريوس غنرميهم، نحيد غير الوريقات ونغسلها كما قلت لكم مزيان، نقطرها في الشبيكه وغادي ندوز نطحنها في الهشوار. هنا من بعد ما ساليتها بالجميع غنديها كما قلت لكم. هنا خليت غير الوريقات، وهنا عندي الزعيطره اللي جمعت معكم. وغندوز غسلت داكشي كامل وقطرته، غندوز غادي نطحنهم في الهشوار كما تتشوفوا معايا حتى تلينات. هنا زدت عليها داك الزعيطره وغنعاود نطحن مزيان مزيان. هنا عندي سميده نص كيلو السميده ديال القمح، ديال الحرشه، وزلافه ديال الذره، وزلافه ديال الحمامر الرقاق ديال الزرع. عندي واحد الخميره، وغنزيد شويه د الملح على حسب الذوق. يمكن لكم تزيدوا شويه سنيده الا بغيتو. انا غندير شويه زيت البلديه وشويه زيت المائده، وغادي بعد ما خلطت النواشف زدت الزيت. وهنا غنزيد داك الزعيطره وديك المرسيطه اللي طحنتهم مزيان كما تتشوفوا معايا، طحنتهم مزيان حتى تلينوا. هنا غادي نزيد الماء اللي غادي نجمع به داك الحرشه وما تندلكهاش، كنجمعها مزيان يبقى فيها شويه ديال الماء باش تشرب. حيت ديك المرسيطه راه درت لها شويه د الماء فاش طحنتها، خليتها ارتاحت واحد 10 ديال الدقائق. هنا قسمتها غندير تبارك الله 2 حرشات بحرا يلا غادي يكفاونا حيت كتارين بينا. انا درت العافيه كما تتشوفوا معايا، وغادي نطيبها في العافيه. طيبتها فوق العافيه طيبها وطابت عليها خطره وجات غزاله. هنا كنقلعها نشوف واش ما لاصقاش. المقله تبارك الله ما كتلصقش، شبعانه زيت، ولكن رشيتها قبل بالزيت والسميده عاد درت فيها. هنا صافي غنقلبها في الرمايه وغادي نردها في المقله، وغنهز ديك المقله بحال هكا نديها ونجيبها باش الوجه ديال الحرشه يتقاد وما تلصقش. صافي هنايا رديتها ودرت العافيه وبقيت كندور ديك الحرشه وسط المقله حتى تحمرات، وغادي نحيدها. قلبتها عاوتاني الجهه الاخرى تحمر، وغادي نحيدها هنايا لهذاك الطبسيل الكبير اللي غادي نفرتت فيه الحرشات. هنا رشيت المقله بعد ما مسحتها مزيان، رشيتها بالزيت والسميده، ورديت الاخرى اللي بقات ليا غادي مشيتها مزيان، قديتها مزيان وتقبتها باش ما تنفخش ورديتها فوق العافيه كما تتشوفوا معايا. الا كان عندك الطبق ديري ديك الحرشات في الطبق ودقيهم بالمدلك هكا بحال اللي كتدقي في المهرس باش كتهرسيهم مزيان مزيان رقاق. انا قطعتها غير بهذا الشكل هذا بحال بورماش. ما بغيناهاش هكا ياكلوها بمعلقه، بغاو ياكلوها غير بيديهم. هنا درت لها الزيت البلديه اللي حلو، الا كان عندك حتى السمن كتمخضي ودايره السمن حلو ما يكونش حار كتلوحيه حتى هو فيها وتتعفزيها مزيان وكديريها في الطبسيل هكا. ملي كيجيو ياكلوها كاين اللي كياكلها بالسنيده الا بغى سنيده، والدجاج تيتقاتلوا معايا كنجري عليهم وما تيرجعوا ياكلوا معايا في الطبسيل كما تتشوفوا معايا. المهم رحنا في الطبيعه غزاله دجاج تبارك الله الخضوريه. كلينا داك 2 حرشات ما حسيناش كيفاش كليناهم في ديك الطبيعه ما شاء الله. شوفوا معايا الحمار حاشاكم
والتجويجات المهم طبيعة غزالة. صافي هنايا راه كنا رادين الماء يطيب باش نعمرو اتاي. شوفوا الدجاجه شنو كيديروا. الدجاج كنتقاتلوا معاهم، حنا كنضربوه يمشيو وهما كيرجعوا. صافي هنايا رفستهم مزيان مزيان في ديك الزيت، خلطتهم مزيان مزيان. هانتوما صافي غادي نخليهم على جنب، وغنمشي عمرنا اتاي. شوفوا الدجاجه شنو كدير. صافي هي هادي من بعد ما ساليتها كلها قطعتها. صافي كنقطع دوك الطريفات اللي بقاو كبار كنقطعهم. صافي دوك جوج حرشات تبارك الله، ملي كتقطع كتولي قليله كتبان لك. صافي هنا ندوز نحيدو النعناع. شوفوا النعناع تبارك الله بيو، ما فيهش لا دواء لا حتى شي حاجه. داك النعناع تبارك الله حار فيه واحد المذاق غزال. وغادي نعمرو واحد البراد كبير ديال اتاي، وغادي نجلسو في الطبيعه ناكلو داك الحريشات. وصافي هنايا عمرنا اتاي، هانتوما تتشوفوا معانا. كبينا اتاي وغنجلسو نديرو كسكروط في ديك الطبيعه غزاله تبارك الله. وضربنا دوك جوج حرشات ما حسيناش كيفاش كليناهم، وما شاء الله كسارين بينا. والجموع كيوكل في الصراحه، والطبيعه حتى هي كتجيب لك الشهيه وتجيب لك الجوع، ماشي بحال الدار. ايوا صافي هنايا كلينا وجمعنا شويه. هانتوما داك الحرشات راه داك الحرشات يلاه بقى منهم واحد شويه. هانتوما راه يلا ما جيت نحطهم من خواتي حتى كانوا مشاو. صافي هنايا الطبيعه وتجويجات ما شاء الله. ما تنساونيش بلا لايك والاشتراك في القناه وبارطاجي، والله يرحم الوالدين. ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. نتلاقاو في شي واخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.